السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله جايلكم في فيديو جديد. شايفين بقى ما شاء الله الجمال ده؟ نعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله الحمام الكذاب بطريقة حلوة أوي أوي وبسيطة وسهلة ومفيش فيها أي حاجة. معايا هنا كده 6 من الوراك، أي عدد بقى انتوا عايزينه. أنا جايبة هنا كده 6، ومعايا هنا بصل مبشور، ومعاه توم مفروم برضو. نقلبهم في بعض كده بالشكل ده. معايا هنا بقى كده صلصة، يا صلصة أو ممكن تحطوا طماطم تبشروها مع الخلطة، ده أو ده تمام يعني. معايا بقى ملح، فلفل، نحط بقى البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل. هنحط كمان بهارات فراخ، دي كده 7 بهارات. تمام. أي بهارات بقى عندكم مشكلة ممكن تحطوها. دي بقى بهارات فراخ، شوية خل، وكمان هحط عصير ليمون. دي بقى كده يا جماعة التتبيلة الأساسية بتاعة الحمام الكتاب اللي هنتبل بيها الحمام. هقلب كل الكلام ده بقى كده مع بعضه. شايفين بقى جمال الخلطة؟ حلوة أوي. أشيل بس كده معلقتين على جنب. هقول لكم بعد كده نعمل بقى ايه. نتبل بقى الفراخ بتاعتنا النهارده. اقصد الحمام الكداب. زودت شويه من الخل، ابدا اتبلهم. طبعا انا خليتهم بس ما صورتش الجزء اللي انا بخلي فيه الفراخ. اتبلهم كده كويس قوي وبعدين نعمل الحشوه مع بعض. التبل التاني. تبلهم بقى كويس قوي بالشكل ده، وندخل التتبيله كده لجوه. جربوا بقى الطريقه دي وان شاء الله تعجبكم.
نسيبهم بقى كده في التتبيلة شوية، وتحت الجلد برضو نحط التتبيلة حلوة قوي. التتبيلة لما بتكون حلوة بتخلي الحاجة طعمها حلو. ممكن اللي عايز يحط شوية شطة في التتبيلة دي برضو تبقى حلوة قوي. كده تبلناهم كلهم كويس قوي، نسيبهم بقى كده على جنب شوية. معايا هنا بقى فرمة بصل، انزله في المادة الدهنية زيت على سمنة، اشوحهم كده شوية. دي يا جماعة كده الحشوة بتاعت الحم الكداب. بدأوا ياخدوا لون. معايا بقى كبد وقوانص، غسلتها كويس قوي وقطعتها مكعبات بالشكل ده كده، وابدأ انزلهم على البصل اللي شوحناه مع بعض، واقلب كده كويس. هنا بقى كنت غاسله الرز ونقعاه في ميه. هنا بقى كنت حطيت شويه ميه بس ما جاتش الحته اللي انا بحط ميه فيها، علشان الكبد والقوانص تستوي فيها. كده بقى استوت. احط بقى الملح، اظبط الملح بتاعها والفلفل. كده ملح وفلفل، بهارات فراخ، شويه شطه، اللي حابب يحط شطه، واللي مش عايز خلاص ما يحطهاش. كنت حطيت برضو شويه قرفه، حبه صغيرين كده، قرفه بودر. دي شويه بابريكا. اقلبهم بقى كده كويس قوي. بعد ما قلبتهم كويس قوي احط بقى الرز، صفيته من الميه وحطيته مع الخلطه واقلب. احط بقى الميه، اقلب بقى كده كويس قوي، واسيبه بقى لحد ما يستوي، لغايه ما يتشرب الميه، يعني ايه 3/4 سوا كده. ابدا ان انا اخد منه، ده تقريبا كيلو رز هحشي بيه الحمام الكداب بتاعنا النهارده. بس هسيب شويه طبعا يبقوا للاكل جنب الحمام. كده هو اتشرب من الميه اهو، كده دخل في السوا. ابدا بقى اخد منه شويه. دول بقى المعلقتين اللي انا كنت شايلاهم معاكم، اقلبهم كده في الخلطه. طبعا بيفرقوا في الطعم برضو، واقلبهم كويس قوي. شايفين بقى جمال الحشوه دي يا جماعه؟ تحفه. طبعا انا سايبه بقيه الرز يستوي على النار. ده كده اللي هنحشي بيه. شايفين جمال بقى اللحم الكداب؟ ما شاء الله. بعد ما تتبله نبدا بقى نحشيهم.
جبت بقى كده صينية علشان اعرف احشي فيها. ندخل بقى الحشوة كده في الدبوس، عامل زي القرطاس كده، ما بفتحوش طبعا. ندخل فيه الرز، علشان يكون سهل معايا في اللف وكده يعني. احط هنا شوية رز برضو. واقفل. هنقفلهم بقى بالخلال اللي هي الصغيرة دي. انا هحشي بس كله كده الاول، وبعدين ايه نقفله مع بعض. هحشي واحد كمان. حطينا برضو كده شوية رز. ألمهم كده على بعض علشان أعرف أقفلهم كويس. معاك واحد كمان. كده عملتهم كلهم. دي بقى الاقي يا جماعة اللي هتقفلهم معاكم. الخلة اللي هي الصغيرة دي نقفل بيها. يا رب سبحانك. تقفل بقى كله كده بالشكل ده كده. شايفين بقى ما شاء الله. كده قفلت اهي، شايفين بقى الجمال ما شاء الله. هتم معاك واحد كمان. كده عملناهم كلهم بالشكل الجميل ده، شايفين ما شاء الله. معايا هنا بقى صلصة او كاتشب اللي انتوا حابينه طبعا. بنتبلهم، بنحط لهم رشة ملح صغيرة وفلفل وحبة زيت طبعا صغيرين. اقلبهم في بعض كويس قوي، وابدأ ايه ادهن بالشكل ده كده بالفرشة. وندخلهم بقى الفرن، نسيبهم من تحت شوية وبعدين ندخلهم تحت الشواية. طلع الجمال ده معانا، بسم الله ما شاء الله. بس معلش يا جماعة بقى الفلاش ما كانش مفتوح، متأسفة لكم يعني. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.